السلام عليكم. النهارده هنعمل كيكه الكوكيز، كيكه غرقانه شوكليت، كلها بعضها غرقانه في شوكليت. عشاق الشوكليت كلهم يتجمعوا هنا. هنعمل حاجه خيال وهم، طعمها حلو جدا وبسيطه، وصفه سهله وبسيطه وطعمها حكايه. ما ينفعش عيد ميلاد ولا مناسبه ولا اي حاجه حلوه تيجي من غير ما نعمل كيكه الكوكيز. الاطفال بيعشقوها جدا ونسفوها ناس وما تبقاش منها اي حاجه خالص. يلا بقى نشوف المقادير. كوبايه ونص سكر بني، انا مش متوفر عندي سكر بني، حطيت عليها معلقه ونص عسل اسود وقلبتهم مع بعض كويس جدا. لما بقى السكر كده كله بقى رطب واخد كله مع بعض وتجانس مع بعض، وصلت للسكر البني بالظبط وبقى جميل جدا. بعد كده عندي 200 جرام زبده، وزنهم على الميزان بالظبط 200 جرام زبده. قطعهم بقى قطع صغيره تكون بحراره الغرفه لينه جدا عشان تختلط بسرعه جدا مع السكر بتاعنا ويدوب كله مع بعض. لو انت ما قدرتيش ان انت تعمليها مع بعض، ممكن تستخدمي عندك المضرب او مضرب البيض يعني، او اللي هي المضرب اليدوي، لحد ما يختفي تماما السكر مع الزبده تماما. لما توصلي للقوام ده ما يكونش فيه اي تكتلات للزبده ولا السكر. بعد كده هتنزلي ببيضتين، ممكن تنزلي ببيضه واحده، بس انا فضلت ان انا اعملها ببيضتين. هي تمشي ببيضه بس هي ببيضتين احسن، قوامها احسن. وعليها معلقه فانيليا وتقلبيها مع بعض كويس جدا لحد ما يختفي معاكي البيض تماما، ما يبقاش فيه معاكي اي حاجه للسكر ولا للزبده ولا للبيض. بعد كده هنحضر عندنا الدقيق بتاعنا. معايا 3 كوبايات دقيق، وحطيت جنبي كوبايه بقيت باخد منها حبه حبه. يعني انا حطيت كوبايه 3 كوبايات دقيق منقولين، وبعد كده حطيت معايا جنبي حبه حبه، وعليهم نص معلقه بيكنج باودر ونص معلقه بيكنج اللي هي بيكنج صودا، اللي هي كربونات الصوديوم. نص معلقه من بيكنج باودر ونص معلقه من بيكنج صودا. وحطيت جنبي معايا معلقه كوبايه دقيق تانية منخوله، لحد فضلت ان انا الم العجينه بتاعتي لحد ما وصلت لقوام البسكوت كده، تبقى العجينه معاكي كانك بتعملي بسكوت. بعد كده هنجيب بقى شوكليت شيبس. في اشكال كتير عند المستلزمات الحلواني، اختاري اللي انت عايزاه. انا اخترت ما بين الشوكليت شيبس اللي هو الصغنن واللي هي الدواير عشان تدي شكل احلى. شايفين قوام العجينه؟ وكمان اساسا دلوقتي الجو ساقع جدا، فيعني زي متماسكه حلوه قوي. جبت بقى ورق زبده عشان اعرف ان انا بسهوله ان انا اتعامل معاه. قسمت العجينه ديت على نصين، رحت جايه اسمق العجينه بتاعتي، وعشان خاطر اخليها كلها سوا واحد بالنشابه كده او اي حاجه عندك فردتها بيها عشان عايزاها كلها سوا واحد. ورحت جايه قصاها على مقاس الصينيه دوت، هيبقى الوش بتاع الصينيه الوش بتاع الكيكه من فوق. خليتها بالظبط يعني، شلت الزيادات كلها على بعض. دي خطوه اختياريه، انت ممكن تفردي العجينه اساسا على وشها، بس انا حبيت ان انا اخليها بره يعني خطوه منفرده لوحدها عشان تسهل عليا يعني، عشان ما تقطعش مني. او لما احط الشوكولاته احطها على الشوكليت من فوق فهيحصل معاها يعني تبقى فيها بهدله يعني، عشان الخطوه دي بتبقى فيها بهدله شويه. فعشان اتفادى الكلام ده كله، فانا قسمت العجينه نصين، اخدت جزء كده ومع ورقه الزبده من تحت وقصيتها وحطيتها في القالب بتاعنا، وعملت لها سور كده. يعني تفردي العجينه بقى وتعملي لها سور، مبقاش سور عالي قوي برضو يعني. شلت الزيادات بتاعتها. وبعد كده كان عندي شوكليت هنا، عايزه تحطي، انا سيحت الشوكليت ديت. عندك تجيبي شوكليت سبريد من بره زي ما تحبي. افردي اي نوع شوكولاته انت بتحبيها حطيها عليها. انا كان عندي شوكليت ورحت جايه مسيحاها وحطيتها في القلب من جوه. وبعد كده جبت النص التاني اللي انا كنت فردته على الوش من فوق، ورحت جايه حطاها عليها من فوق. دي بقى بتبقى اصعب خطوه، ممكن تقطع منك او حاجه، لان ديت يعني هي عجينه البسكويت بالظبط يعني. بس كده خلاص، سويها من فوق كويس. وبعد كده حطي بقى شويه كمان من فوق شوكليت شيبس كده من فوق، ودخليها الفرن على حراره 170 حوالي بالظبط كده. اخدت معايا 35 دقيقه. ولما لقيتها استوت معايا والحروف كلها استوت معايا، ولعت عليها الشوايه من فوق بالظبط دقيقتين. كان باقي العجينه معايا، قلت اعمل بيها بقى بسكويت الكوكيز. ورحت جايه القالب دوت عشان مش قالب سيليكون يعني مش هيطلع معايا البسكويت، فاديتها كده مسحه زيت من تحت، وفردت العجينه زي ما انتم شايفين. لو يعني مثلا نخليه رفيع شويه، انا هنا كان معايا تخين شويه يعني عشان كنت لسه بجرب القالب، فمش عارفه المقدار بتاعه كويس، اول مره ان انا استخدمه. فحطيت بقى البسكوت بتاعي فيها ودخلته مع الصينيه بالظبط حوالي نص ساعه، 30 دقيقه بالظبط. طالعه بالجمال ده بجد، رهيبه رهيبه رهيبه. الاطفال حبوها جدا وتحفه تحفه. الشوكليت بتاعتها كده باظظ كده وجميله جدا وغنيه قوي قوي. المهم سيبيها لما تبرد. بس طبعا يعني هما ما استنوش عليها ما تبرد خالص خالص يعني، فهي كانت يا دوبك دفت كده. رحت جايه بقى مطلعاها وقطعناها وبالف هنا وصحه. عايزه بقى تزينيها من فوق مارشميلو مع السخونيه ساح عليها من فوق اصلا. لو عايزه تحطي عليها شوكليت من فوق كده
تزينيها بيها، بس هي الصراحه مش محتاجه اي حاجه تانية، طعمها مسكر وحلو، بس ما نكترش منها قوي يعني عشان انا السكر كتير وعليها شوكليت وكده. فانا عن نفسي ما فضلتش ان دوبك اللي ياخد منها قطعه صغننه كده جنب كوفي، جنب شاي بلبن، يعني حاجه بسيطه كده يعني. بالنسبه لي كانت هي القطعه الصغننه وجبه فطار حلوه قوي. شايفين الجمال بجد؟ تحفه تحفه. لو عجبكم الطريقه والفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. شايفين الجمال؟ حاجه كده فاخر من الاخر. كل سنه وانتم طيبين. كل عشاق الشوكولاته يجمعوا في الكيكه دي. بجد كيكه رهيبه جدا جدا جدا. احلى كيكه كوكيز تعمليها بالطريقه دي، طريقتها سهله جدا، مقادير مظبوطه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها بعد ما تجربوها. بجد رهيبه. اللي هيعمل الكيكه دي مش هيعمل اي كيكه تانية، وبجد الناس اللي بتحب الشوكولاته جدا جدا هيدمنوها ويعملوها على طول. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من كانت لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.